اللاعب اللي يبدأ في تشكيل المباراة الشناوي ولا شوبير؟ الشناوي. انا بقول شوبير ايه السبب؟ لان الشناوي مش هياخد الثقه الكامله زي شوبير. شوبير خد الثقه من اول ماتش. فوت المباراه اشوف برضه شوبير هو اللي يبدا الماتش، لان شوبير اثبت جداره في مباراه الذهاب، والشناوي اخر فتره مستواه متذبذب. هو من النوع اللي هو لما بيبقى فيه اصابه عنده بيبقاش مركز. تمام. شوبير هو اللي يبدا. انا رغم ان انا زملكاوي بس متابع ماتش الاهلي تقريبا، يعني الماتش اللي جاي ماتش مهم ونهائي، فيعني انا شايف شوبير يبدا احسن طبعا. ايه الاسباب؟ يعني شوبير واخد على الماتشات، الشناوي راجع من اصابه، يعني انا شايف الاحسن ان شوبير يبدا طبعا. لا الشناوي طبعا. هو الشناوي ممكن ما يبقاش جاهز، بس يعني تقريبا هيبقى حمل كبير على شوبير قوي اللي هو يبدا المباراه. يعني هو يعني عمل اللي عليه في المباراه، بس ازاي بس لا انا حاسس الشناوي برضو يعني عنده خبره اكتر وبتاع، فلا. طبعا اي حد هيقول لك الشناوي، لان الشناوي رقم واحد في افريقيا، خلينا متفقين. بس مصطفى شوبير بعد الماتش بتاع الذهاب والثقه اللي هو قدمها لازم ياخد بقيه الثقه، لان هو ما قصرش، فمش شايف ان الشناوي يرجع، بالذات ان الشناوي ما لعبش ماتش الذهاب. والله شوبير ادى وعمل الدور المطلوب منه والمهام المطلوبه منه على اكمل وجه، ولكن المباريات الكبيره تحتاج لواحد ذو خبره. شوبير مش معنى كده تقليلا من ادائه او قيمته اللي قدمها في خلال المباريات اللي لعب فيها مع النادي الاهلي، ولكن في مباريات بتستدعي ان انت تاخد محل الثقه، البراند اللي انت معتمد عليه ليك سنين، هو الشناوي.